السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبتمام الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. كيف ما العاده نبداو كلامنا بالصلاه والسلام على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو جديد ان شاء الله يا ربي عامر بالافكار. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتشجعوني بلايك، ولا ما كنتيش مشتركه في القناه كنتمنى انك تشتركي في القناه وتخلي لي هكا واحد التعليق محفز. بالنسبه للفيديو ديال هذا النهار غادي نشارك معكم فيه النهار ديالي بالكامل. هذه واحد الفكره اولا واحد الحيله غزاله بالنسبه للناس اللي كيبغيو يقليو الحوت. كلنا كنبغيو نقليو الحوت وما كاين ما احسن من الحوت مقلي. فهنايا عوض هذاك الفورس كندير فيه دقيق اللي كيكون مغربل، دقيق القمح كيكون مغربل مزيان وكنغمسو فيه. غير مهم كيكون واحد الكميه قليله لانهم طبيعه الحال فاش كديري الحوت وكيكون ديجا فيه ديك الشرموله. بالنسبه انا الحوت اللي كنبغي نقليه كندير فيه فقط الحامض يكون مزيان كتير، والملحه حتى هي تكون شويه كتيره، والكمون. صافي هادو هما جوج مكونات اللي كندير. ومن طبيعه الحال ملي كنقليو هنا راه ولدي ما كيتحملش نهائيا ريحه ديال القلي. هاد الصباح راه خرجهم باباهم دار لهم بيكالات ديالهم مشاو للجريده كيلعبوا فيها، وانا استغليت هاد الصباح باش نقلي الحوت على بيد ما هو ما يجي غيلقى ان شاء الله الدار ما بقاتش فيها ريحه الحوت. بالنسبه للحيله الواعره هي هذه اللي كندير. هذاك الحامض اللي قلينا فيه الحوت اللي عصرناه في الشرموله ديال الحوت ما حد المقله الله كي كنطفيوها كنرميو عليها هذوك طرفات الحامض وكندير هكا واحد البخور للدار. كندير فقط غير بحال هكا بخاخه كاسبراي كنرشو على الدار وصافي. وهنا دزت باش نصب الصابون. هنا راه دوزت ديجا واحد الراس ديال الصابون. هنا غادي نشد هذوك السربيتات اولا دوك اللي كندير بهم خويميات ديال الكوزينه. من بعد التيدو من بعد هذاك المعطر كنديروا بيكربونات ديال الصودا. صراحه كيخرجوهم مزيانين. عرفتوا حتى الطبايع ديال الحوايج انا جربتها دابا راه تبارك الله ولاو مساحيق ديال فيهم هكا بيكربونات ديال الصودا اللي كيستعملوهم في وسط من المسحوق. كنشريوهم مع المسحوق. فإلا ما كنتوش واخدين هذاك النوع ديال المساحيق فقط كتاخذوا واحد شويه ديال بيكربونات الصودا على حساب الطبايع. مثلا دابا هادو اللي كيكونوا عندي شويه راكم عارفين كيكون فيهم ليدام وكيكونوا كيكون واكلين الدق فيهم لوسخ بزاف، فبطبيعه الحال كنكثر فيهم البيكربونات ديال الصودا. وبالنسبه للحويجات ديال الدراري كدير فيهم غير واحد المعلقه صغيره هكا. اكيد كتلقاي واحد الفرق كبير لانه كتخرج الطبايع فكتبقى من الحيل ديال تنظيف البيت. هنايا راكم عارفين بدينا استعدادات ديال الدخول المدرسي. انا كيف قلت لكم وفايت شاركت معكم راه كنخمل راني فايت شاركت معكم حتى العام اللي فايت، فاكيد حتى هذا العام ان شاء الله مع التغييرات اللي غادي ندير في البيت اكيد غادي نشارككم معكم. المهم هنا في هذا النهار لانه كان عندي شويه ما يدار طويت الصابون بحال الماريو ديالي طويتو. المهم درت بزاف ديال الاشياء وكنت غنجبد هاد الطابي الصغيره والكبيره ديالها وما قدنيش الوقت. صافي فقط اكتفيت بهاد الصغيره هذه هي اللي صبنت اليوم. هنا دوزتها غير في هاد لاكور. صراحه مع كاين شويه مضلله حسن كتجي حسن من السطح فقط كنصبن فيه غير دوك الزرابي الكبار. المهم هنا غادي مشيت انا حتى وكان حيدت عليا ديك الجلابه لانه راه ما يمكنش نصبن بهذيك الجلابه. راه كنلبس هذوك الحوايج فقط غير للتصوير. راكم عارفين في الدار دابا وسخون الحال راه ما كنبقاوش لابسين هاد الحوايج هكا اللي بالكم وطوالين غير هكا للتصوير وصافي. المهم هنا جبت الماكينه القديمه لانه بغيت نصبن فيها الملايات. صراحه هاد الماكينه واخا خديت وحده اخرى جديده ولكن ضروري كناخذ فيها الملايات. صراحه كتخرجهم ليا مزيان. كندير هكا التيد كندير الماء وكنخليها كدور واحد ربع ساعه. كنخوي ليها الماء وكنعاود ثاني كنكب فيها ثاني الماء اخر كتعاود دور فيه. كتشلي هكا واحد جوج شليلات اولا ثلاثه. ما كنجبدهاش انا نهائيا كنخليها كتسقطر تما كنحيدها وكنشرها. كتجيني زعما الصراحه مزيانه. وهذه الماكينه تبارك الله راه كبيره في الحجم اللي كتهز الملايات. المهم هنا كنوريكم بانه راه عندي واحد البريز في لاكور ولكن ما بقاش ليا خدام ما عرفتش شنو وقع فيه. صافي جبت غير رانونج من الكوزينه ودوزته لتما. وهنا بعد ما دوزت هنا راه الماكينه كتصبن ليا الملايه. غادي ندوز باش نصاوب معكم واحد الشهيوه. هنا مور الغدا مباشره راه ما شاركتهاش معكم فاش حيت ريحه الحوت وداك الشيء. دوزت هذيك الباندا هذيك اللي راني كنت فايت شاركتها معكم هذيك اللي قلنا غادي نديروها بلاصه بلينتا. المهم عرفتوا البنات الا جيت نقول لكم والله البنات الا من نهار سكنت في هذا الدار ونجي نحسب هاد البابي بان شحال خسرت فيه راه تقريبا بحال كون جلجتها وتهنيت.
والله البنات. ولكن راه ما عندك ما ديري، ملي كتكون الدار ماشي دارك راه ما يمكنش ديري فيها داكشي كامل اللي بغيتي. ما عندنا ما نديرو هادشي اللي كاين. المهم هنا بالنسبه لواحد العجين كيجي رائع. هنا كيف ما شفتوا معايا 2 معالق كبار ديال الزبده، في 2 معالق كبار ديال الزيت، معلقه ديال الملحه، في معلقه ديال البزار، في كميه ديال الدقيق اللي بغينا حنايا. كنخليوها كترمل. كيف مشتو كنرملوها كنخليوها كتشرب عفوا هذيك الزبده، ما كنعجنوهاش مباشره. هذه من اسرار اللي كيش انها ما كتعجنش مباشره. اما كنديروا فيها بيضه او لا ما كنديروش فيها بيضه. انا هاد المره ما درتش فيها البيضه. بالنسبه للبيضه اولا كندير فقط صفار البيض، فهو اللي كيعطينا ديك فاش كناكلوها كتبقى تفرتت، كيعطينا واحد البنه زوينه. عجنتها انا فقط اليوم غير بالماء، غادي ندوزها بالماء. بالنسبه للناس اللي ما كيدلكوش العجينه ديال الكيش، انا كندلكها واحد شويه. انا اللي كنت شاركت معكم، انا حتى الصابلي راه كندلكو واحد شويه، ما كنخليش كيف ما هو. والحمد لله كيصدق ليا كينجح 100%. ما كنديرش فيه الخميره، وحتى هاد الكيش ما كنديرش فيه الخميره وكينجح، كيجي بحال ديال الحلويات صراحه. غير جربوها اكيد غادي تلقاو الفرق. بالنسبه للبنات اللي ما كيصدق ليهمش الصابلي، هنا ما حدني جابده ما كنتش معوله نهائيا على كيكه، وغادي نديرها معكم ايضا بكربونات الصودا. كتجي غزاله. بالنسبه للبنات اللي ما كيبغيوش يديروها بالخميره، لانه كيف قلت لكم انا كندير ليها الخميره العاديه ديال الخبز اللي كنديرو في الخبز، وكنخليها تختمر. المهم كتعطيني واحد النتيجه زوينه. هاد النهار درت فيها شويه ديال بيكربونات ديال الصودا. هنا راه غير ما تصوراتليش اللقطه. المهم كيك عادي، الحليب، السكر، الزيت، فانيا، 2 خمارات، معلقه صغيره ديال الخل، ومعلقه صغيره ديال بيكربونات ديال الصودا. ما بين الحوايج اللي كنخلي انا في الكيك هو كنخليها ترتاح، ما كنخشيهاش مباشره في الفران كيف ما كتشوفوا، على بال ما سخن ليا الفران. وهنا غادي ندوز باش نعطيكم واحد الحشوه اختياريه. عرفتي الصراحه هاد الحشوه انا شخصيا كتعجبني، لانه هاد الايام كيعجبوني المملحات. تقريبا راه يوميا كندير شي حاجه مالحه. هنا غادي ندير فيها شويه ديال الشعريه الصينيه مع البصيله اللي مشحره مزيان. غادي ندير فيها الطون، غادي ندير فيها الكاشير، غادي ندير فيها الفرماج. المهم بالنسبه تقريبا هادشي اللي كان متوفر عندي في الدار. تقدروا تزيدوا فيها الشامبينيون الا بغيتو، اولا المهم نتوما كتفننوا في الحشوات. مي هذه بالضبط كتجي غزاله. كندير فيها من طبيعه الحال شويه المليحه وشويه ديال الابزار، ودرت معاها شويه ديال المعدنوس مقطع. صافي هنا غادي ندوز مباشره باش نصاوب العجين. بطبيعه الحال راه خليتها ارتاحت واحد المده. المهم العجائن كاملين كيف ما بغى يكون النوع ديالهم ضروري لهم من 20 دقيقه ديال الراحه. ما كنجيوش مباشره نيشان كي كنقولوا ونعجنوهم. اكيد الا خليناهم ارتاحوا كنشوفوا هكا الفرق في العجائن ديالنا. يعني واخا مثلا كاين شي عجينه كيخصها تدلك بزاف، تقدري تدلكيها غير واحد شويه، وباش ما خليتيها ارتاحت باش ما كتعطيك نتيجه افضل. صافي هنا غادي درتهم في لي ميني مول ديال الكيش. غادي نتكهم مزيان واخا ما ديرش فيهم الخميره، ضروري غير كنتكوهم هكا باش ما يتنفخوش لنا في الفران، لانه ما بغيناهمش يختمروا. غادي نفرغ الكميه ديال الحشوه في كل مول. وبالنسبه للعجين اللي بقى لي هنا كنت ناويه نديرهم دوك لي ميني كيش اللي كيكونوا محشوين بحال مثلا هاد العجينه هادي. كنت غادي نعاود نهزها ونديرها فوق هذوك لي ميني كيش ونسد بها، ولكن بقات لي الحشوه كثيره كيف ما كتشوفوا. مع العلم اني درت غير نص بواطه ديال الشعريه الصينيه، راه كتجي فيها وحده كبيره وحده صغيره، درت غير ديك الصغيره. ومع ذلك عطاتني واحد الكميه كثيره ديال الحشوه. فغادي هزيت المول الكبير ديال الكيش غادي نفرغ فيه. صافي غادي نديرهم هكا واحد كبير والاخرين صغيورين. بالنسبه لاباغاي غادي نشارك معكم واحد لاباغاي اللي اقتصاديه سهله بحال هكا. لما المهم هذه بالنسبه لواحد بين قوسين واحد لاستيوس. هنا فاش كيطيح لنا واحد الطريف ديال البيض ضروري كتوقع لينا، كنديروا يدينا في الماء. كديري يديك في الماء كيكونوا فازقين، كتجبديه بكل سهوله، ما كتبقايش وحله معاه هو طاح هو ناض. المهم كيجي ساهل. هنا كندير واحد شويه الملحه، شويه الابزار، وشويه ديال التحميره، لانه كيف تشوفوا الحشوه راها بيضه ما فيهاش شي حاجه اللي غادي تعطيني داك اللون. درت شويه ديال التحميره. هنا غادي ندير معلقه كبيره ديال تقريبا ماشي المهم نص باكيه ديال خميره ديال الحلويات. غادي ندير الحليب فقط، او الا كان عندك دانون. المهم الا كانش عندك دانون متوفر كنديروا الحليب. هنا كندير الفرماج. ولكن الا درنا الحليب واكتفينا فقط بالحليب او حتى بدانون او حتى بالكريمه، فاكيد كتجينا كي كنقولوا فازقه من الداخل، ما كتنشفش. ولو العجينه طيب ولو العجينه تحرق ما كطيبش، لان كتجينا ناشفه. كنديروا معلقه ديال المايزينا، او لا ما توفرات ليناش كنديروا معلقه ديال الدقيق، معلقه صغيره ديال الدقيق.
دقيق الفورس العادي. اكيد كتنشف لينا هذيك العجين لانه البيض يحتاج لشي حاجه لانها تنشفو. صافي كنديرو هكا واحد المعلقه صغيره كيف ما قلت لكم، اما دقيق عادي او دقيق مايزينا. المهم هنا جوج بيضات كتفاوني فقط لهذيك المول الكبير. هنا غادي ندير واحد البيضه اخرى نفس المراحل، معلقه الابزار، معلقه التحميره، معلقه ديال الخميره وشويه ديال الدقيق. وكان هذا هو الشكل النهائي بعد ما خرجتهم من الفران. جات الكيك خطيره، جات الكيك بنينه يعني. فقط غير ديك المعلقه الصغيره اللي درت اللي كانت اضافه هي البيكربونات ديال الصودا. فراه الحلويات اللي كيصاوبوا هذوك لي كيك اللي كيجيو واعرين كتشوفوهم في المحلات، راه كونوا على يقين بانهم كيديروا فيهم بيكربونات ديال الصودا باش هكا كتزيد كتكبر لهم الكيك. هنا صوبت واحد العصير ديال التفاح، عفوا ديال البنان والليمون، وصوبته فاش يلاه حطيتهم في الفران. وكيف تشوفوا راه كيتبدل ليه اللون، هو كيبغي يتشرب تمتم. هنا ما جيت حتى فين طابوا ليا لي كيش لانه رافقته معاهم حتى ولا ليه اللون مختلف شويه. المهم كيف تشوفوا هنايا الوسط ديالها راه كتجي ناشفه، كتجي بنينه، كتجي طايبه مزيان. كيف تشوفوا ما كنبقاوش نخليوها حتى كان كطيب بزاف. المهم كتنشف وكطيب مباشره من التحت، داكشي زعما كيجي مقاد كيف ما هو. الفيديو ديالي هنا كيوصل للنهايه. كيف ما العاده ما سخيتش بكم، كنشكركم على المتابعه. فيديو جاي ان شاء الله روتينات اخرى. خليت لكم راحه البال. السلام عليكم.